انا ارتكبت ذنب كبير يهز عرش الرحمن، وخططت مخطط انا وهو وعملناه تقريبا ابليس ما يعرفش يخططه. واحده بعتت قصتها للصفحه وبتحكي فيها وبتقول هي في تانية كليه وتقدم لها عريس عن طريق قرايبها، وفعلا قعدوا معاه هي وابوها اقتنع بيه لان كان حالته الماديه كويسه وكان وظيفته برده كويسه، واتخطبنا بالفعل. وبعد الخطوبه انا بدات ارتاح له بس ما حبيتهوش. وبعد الخطوبه حددنا ميعاد الفرح واتجوزنا. وبعد ما اتجوزنا وقعدني وقال لي انت هتكملي الكليه بتاعتك عادي، وفعلا رحت الكليه. وكان عندي زمايل ليا، ومن ضمن الزمايل كان عندي زميل قريب ليا وكان دايما بيساعدني في المحاضرات وكان بيديها لي وكان بيشرح لي اي حاجه فاتتني، وكنا بنقعد مع بعض ونفطر مع بعض، لدرجه ان مشاعرنا مره واحده اتحولت وبدات مشاعر حب ما بيننا. وجي في يوم وقال لي ان هو بيحبني وانا كمان قلت له، بس قلت له للاسف انا متجوزه. وفعلا كان ربنا رزقني ببنوته، وقلت له انا عندي بنوته وما اقدرش ان انا اخون جوزي ولا اقدر اتطلق منه علشان بنتي ما تترباش بعيد عننا. هنا قال لي مفيش اي حاجه من دي، احنا بنحب بعض وبما اننا مش هنقدر نتجوز بعض فلازم نبقى مع بعض. وفعلا اقنعني، وخلال السنين الجامعه كنا على علاقه مع بعض وعلاقه كامله. بعدها في اخر سنه تقريبا كده احنا خلاص مش هنقدر نشوف بعض، وجيت قلت له خلاص كده المفروض ان احنا نبعد، لاني انا مش هعرف انزل ولا اشوفك ولا هنتقابل، لاننا كنا بننزل بحجه الكليه. وهنا جات له فكره جهنميه او بمعنى اصح فكره شيطانيه، وقال لي ايه رايك ان انا اتقدم لاختك واتجوزها، وكده احنا هنبقى جنب بعض ومش هنبعد عن بعض ابدا، وكمان ممكن نشوف شقه هناك في العماره اللي انت فيها علشان نبقى جيران، وكده اقدر اطلع لك وانت تنزلي لي من غير اي مشكله ومن غير ما حد ياخد باله، بما اننا مش هنقدر نتجوز ولا هنقدر نعيش مع بعض. هنا الفكرة بتاعته عجبتني وفعلا بدأت في تنفيذها، ورحت لأختي وأقنعتها بيه وقابلتهم ببعض وقعدوا وأختي اقتنعت بيه. وبعد كده قلت لأهلي برغم ان هو كان آخر سنة وما كانش لسه اشتغل، أهلي وافقوا على أساس ان أختي كانت موافقة عليه. وبعد ما خلص جامعة بدأنا نعمل إجراءات الجواز، وأقنعت أهلي كمان ان هم يقولوا له يأجر الشقة زي ما احنا متفقين علشان نبقى جيران أنا وأختي. وفعلا جم عاشوا وبقوا جيراننا، وقدرت انزل له وقدر هو يطلع لي. وكان بعد ما جوزي بينزل كان هو بيطلع ومحدش عرف حاجه ولا اكتشف اي شيء. وهنا اول مره احس ان ضميري تعبني من اللي انا بعمله، وان اللي انا بعمله ده غلط بعد ال4 سنين. وقررت ان انا اقطع كل علاقتي بيه، واتصلت عليه فعلا وقلت له مش هينفع نتقابل تاني، اللي احنا بنعمله ده حرام وكبيره من الكبائر، ولو اختي عرفت هتبقى كارثه، ولو جوزي برضو عرف وهو ما يستاهلش مني حاجه وحشه لانه راجل طيب، وانا بنتي عايزه اربيها ومش عايزاها تطلع تعرف ان امها كانت ماشيه في المحرمات او انها كانت بتخون اختها. وتصورت ان بنتي يبقى عندها اخت او عندها اخ بيبيعوا بالشكل اللي انا بعت بيه اختي، فكده قررت ان احنا لازم نبعد. ولما كلمته طبعا اعترض وعمل مشكله كبيره وقال لي مفيش حاجه اسمها نبعد. وفعلا كل شويه كان بيجي لي وانا للاسف كنت بضعف لاني انا لسه بحبه وعايزه اقطع العلاقه دي، بس مش عارفه اقطعها ومش عارفه امنعها. وفي نفس الوقت ضميري تعبني، وقلت ان ربنا سترنا كل ده وخايفه ان امرنا يتفضح وستر ربنا يتكشف عنا، ما بقتش عارفه اعمل ايه. فارجوكوا انا تبت توبه نصوحه، بس للاسف كل ما بشوفه بضعف وكل ما بيطلع برضو بضعف، وبحاول ان انا اقاوم بس ما بقدرش. فحاولوا تقولوا لي اعمل ايه بالظبط، لاني انا تعبت من كتر التفكير وانا عايزه اتوب والله، بس مش قادره من علشان هو على طول قدامي وعلى طول بيفكرني بنفسه وبشوفه طول الوقت. والله مبدئيا انا مش عارفه انت خنتي على اساس ايه اصلا، يعني انت بتخوني جوزك على اساس ايه؟ انهي اساس؟ اشمعنى زميلك ده اللي انت كنت بتاخدي منه المحاضرات؟ ما في زمايل بنات، يعني انت لو نيتك كانت سليمه من الاول في زمايل بنات، ومفيش حاجه اسمها انا وقعت غصب عني. وقعتي ليه؟ انت معاكي زوج كويس وبيحبك والدنيا معاكي كويسه، ليه انت تروحي للحرام برجليكي؟ والتفكير الشيطاني اللي انت فيه ده عدى الحدود. يعني ايه تجوزيه لاختك وعلشان انتوا تقابلوا بعض وعلشان تعملوا علاقه محرمه وتضحي باختك التضحيه دي، وما فكرتيش فيها لما تعرف او يوصل لها اللي انت عملتيه ده ممكن يكسرها قد ايه، وانها كانت سلمه ليكي انت
انت وهو علشان خاطر حاجه محرمه من اللي انت بتعمليها معاه. انا مش عارفه اقول لك ايه بالظبط، بس انا صدقيني انا مش لاقيه كلام اقوله لك. لو انت فعلا تبتي توبه نصوحه كان زمانك منعتي الامر ده، بس للاسف انت كل مشكلتك بتقولي انا ضعفت لانك انت ما تبتيش الى الله، انت لسه دماغك فيه ولسه بتفكري فيه. فالمفروض انت تتراجعي وترجعي لربنا سبحانه وتعالى وتدعي له ان هو يسترك، علشان ممكن امركم يتفضح بعد كده. واول حاجه لازم تعمليها انك تحاولي تاخدي جوزك وتنقله بره الشقه وتاخده في مكان بعيد خالص عنهم، وتحججي له اي حجه بقى، قولي له الشقه فيها عفاريت، الشقه في حاجه غلط، انا نفسيتي تعبانه. بالتاكيد بني ادم زي ده هيتفاهم الامر وهو بيحبك وهينقل معاكي في اي مكان انت تروحيه، وبكده تقطعي معاه خالص وتقطعي ان انت تشوفيه قدامك، وتحاولي ترجعي لربنا سبحانه وتعالى وتوبي توبه نصوحه، لانك انت لو اتبتي وانبتي زي ما انت بتقولي ما كنتيش رجعتي للفعل ده تاني حتى لو شفتوه قدامك. بس ما علينا، اقطعي معاه وحاولي ما تشوفوش، واقطعي برده مع اختك وما تقوللهاش على اي حاجه، علشان مش هينفع تقولي لها، عشان دي كارثه في حد ذاتها واهلك مش هيستحملوها ولا اختك. بس حاولي ان انت تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتبعدي قدر الامكان. ومتهيألي ده رايي، وهسيب برده راي المتابعين في الكومنتات، ممكن تعرفي الحل الامثل ليكي. ودي كانت حكايتنا النهارده، خليكم معايا في حكايه جديده من حكاوي هناء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.